السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي خلاص يا جماعه ما بقتش بطوله كاس السوبر المصري، هي بقت احداث المدينه ما خلف الاسوار. الاستاذ ريهام سعيد ممكن تروح تعمل هناك ريبورت عن اللي بيحصل. الاستاذ مفيد فوزي ربنا يديله الصحه لو عايش يعني يروح يعمل لنا شويه اكشنز كده هناك. لا 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 يا جماعه لا، مش كل يوم هنصحى الصبح على مصيبه حاصله بالليل. امبارح صحينا ان كهرباء اترحل ومليون جنيه. النهارده الازمه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها امبارح في الفيديو بتاع امبارح، انا ما عادش اتكلم عليها امبارح بشيء السميع العليم. النهارده الموضوع يكبر وخناقات ونروح القسم ونتحجز وبكره في قضيه وقضيه عاجله وازمه دبلوماسيه ومصر والامارات ومش عارف ايه. يا جماعه خير، خير والله. هنا النهارده هنتكلم بسرعه جدا عن كيفيه تناول جمهور نادي الزمالك او البعض من جمهور نادي الزمالك للموضوع، وتعرف ان اهلاويه وزملكاويه الاثنين والله احنا يا جماعه بنكيل بمكيالين. يعني الموضوع احنا ما بنستخدمش الحق خالص. يعني كلمه حق دي بجد قلما قليل جدا لما حد بيفكر بعقلانيه ويغلط اللي منه لو هو غلطان، ويغلط اللي منه، ركز في الكلمه، ولو هو غلطان. لكن المعظم من الناس بنبدا دائما وابدا نطلع الكروت. يعني مثلا ايه؟ كارت الحب. نطلع النهارده بقى كارت الوطنيه، يعني في كارت الحب، كارت العاطفه، كارت الوطنيه، كارت الشهامه، كارت الدين. والله العظيم هي ماشيه كروت. المهم استخدم الكارت في الوقت اللي انا عايزه. النهارده بنلعب بكارت الوطنيه. تعال نبص على جمهور الزمالك. حد كده كاتب من عندهم، يعني وهو المفروض له مشهور وليه متابعين كتير. بص يا جماعه كاتب ايه ده؟ راجل بيلعب بايه بقى يعني ده واحد زملكاوي بيقول رايه، بيتكلم عن الموضوع من وجهه نظره بعد ما اتحبس النهارده او امبارح او اول امبارح كمان. الثلاث لعيبه بتوعهم، سواء الاخ دونجا او مصطفى شلبي او محمد صبحي واخر واحد فيهم عبد الواحد السيد مدير الكوره. بص بقى الراجل كاتب ايه، وبص الزملكاويه بيشاوروا ايه، عشان بس تعرفوا هم بيفكروا ازاي او مش بيفكروا ازاي. هو بيستخدموا الكروت ازاي. هي كروت بتطلع زي ما كنت بقول لك. اسمع بقى. حسين لبيب. حسين لبيب بيعمل، الله على الكلام، بيعمل اللي اي اب عمله او لازم يعمله. الله الله، كلام جامد قوي يا جماعه. عنده ناس اخطأت وواقف في ظهرهم لاخر لحظه. وقت الحساب مش دلوقتي. الله، وقت الحساب وقت حساب بعد العشاء. احنا نتعشى وبعد كده نتحاسب ان شاء الله باذن الله. انما ما تدفعش قبل ما تحاسب. انت ادفع بعد ما تدفعش قبل العشاء، ادفع بعد العشاء لو سمحت. تمام، وقت الحساب مش دلوقتي. طيب الله الله. انا عموما دي مدرستي، مدرستك اسمها طويل قوي. تمام. ما ينفعش ابدا تسلم حد عشان تبرأ نفسك وتطلع الشهم الشجاع. الله، يتحرق الحق، يترمي الحق. حق ايه يا راجل؟ انا اهم حاجه اقعد اكذب وادلس واخبي المصايب اللي بتحصل عندي، عشان اهم حاجه اطلع يعني ما يتحرق الحق. اهم حاجه ان انا ايه يعني، زي ما كان الاخ محمد بسمه ده، ولا محمد ما اعرفش اسمه، محمد ايه، محمد بنا. تمام. اسهل موقف ممكن تاخده او ياخده حسين لبيب هو انه يطلع بطل في عين الاعلام اللي كلنا عارفين شغال ازاي، ويطلع يسلم لعيبته للميديا. ويطلع يسلم لعيبته للميديا. جميل، ده اسهل موقف ممكن ياخده حسين لبيب. لكن ويطلع يسلم لعيبته للميديا اللي هم غلطانين بالمناسبه. لا والله، الله يبارك لك، بتسلم والله يا استاذ محمد. لا والله يعني نورت المحكمه الحقيقه. قال لك اللي هم بالمناسبه غلطانين، فاحنا كنا واقفين على راي استاذ محمد لما قال لنا هم غلطانين، فاحنا كلنا مستنيين الموضوع، فهم كده غلطانين يا جماعه عشان استاذ محمد قال هم غلطانين. لكن في فرق في الاداره في توقيت الحساب. ما انا قلت لك بقى الحساب بعد العشاء مش قبل العشاء. من ابراهيم فايق لمدحت شلبي لباقي الميديا، كله قافش في رقبه حسين لبيب اللي هو مع لعيبته من اول الازمه ورافض يسيبهم في موقف زي ده. انا ما بقولكش يسيبهم، احنا هنعلق على الكلام العظيم اللي انت كاتبه ده يا استاذ محمد، والله شاعر، الله اكبر. وما تجيش تحلو فيها، ما تجيش تحلو فيها لو سمحت، وتقول ايه الايه التلويح بالانسحاب سبب الازمه او سبب الازمه. لا، نزل في اخر اليوم لما الموضوع ما اتحلش وقعدوا مع الناس، والمفروض ان حصل تراضي، لكن القصه ما خلصتش. ما هي مش هتخلص. ما اصل انت، ما انا هقول لك حاجه، انت مش بتلعب في استاد الكليه الحربيه ولا استاد الدفاع الجوي، ولا لا بلاش الدفاع الجوي عشان ولا برج العرب، ولا بتلعب في استاد القاهره عشان تضرب 2 3 من العمال الغلابه يا عيني والموضوع يعدي. لا، انت في دوله
اعتقادي الشخصي القانون ماشي على كل بني ادم هناك، ده اعتقادي الشخصي. فلو انت متعود على البلطجه في مصر او في الملاعب المصريه، ده مش موجود بره بقى. البلطجه مش موجوده في الملاعب اللي بره، البلطجه موجوده في الملاعب المصريه ومحدش بيتحاسب. زي جوميز اللي عمل ما لا يعمل في ماتش المصري ومحدش حاسبه. زي الواد مروان حمدي بتاع اسمه ايه، بتاع بيراميدز، اللي سب علنا ومحدش حاسبه لحد دلوقتي. زي حسين الشحات اللي ضرب الراجل بالقلم وما خدش غير ماتشين. ده البلطجه دي بتحصل في الملاعب المصريه، بس بره مفيش الكلام ده. عشان بس تبقى فاهم يا استاذ محمد، يعني عشان انت متعود على البلطجه في الملاعب المصريه، ده ما بيحصلش هنا. متعود انت على ايه؟ الشغل اللي احنا بنعرفه، اللي احنا عارفينه ده. انما هنا او هناك في الامارات ما بيحصلش الكلام ده، انما في الملاعب المصريه بيحصل البلطجه دي يا استاذ محمد. طيب، انا واحد احب اشتغل مع اداري، ربنا يعينك يا رب وتنجح في الشغل مع الاداري، بيقف قدام الناس كلها لو انا غلطان الله الله الله، وبيقول لفظ مش هينفع اقوله في معناه، يعني اللي هو يعني يمسكني يبهدلني بيني وبينه، تمام؟ ده يخليني اموت نفسي عشانه، الله الله. انما تمسك بقى انما بقى تضلل، يعني تقول كلمه الحق وتطلع تقول كلمتين حقها قدام الناس، لا ما اعملش كده. انا امسك الراجل بتاعي جوه في الاوضه ابهدله، بس اطلع بره الراجل بتاعي مش غلطان. الله 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 على المبدا، الله على المبدا يا جماعه. ويا ريت يعني اللعيبه تفهم ده لما المشكله تخلص، ان شاء الله المشكله تخلص على خير. تعرف ان الراجل ضحى، اللهم صل على النبي، كلام جميل، راجل ضحى بسمعته واسمه عشان خاطر شويه عيال متهوره. اول كلمه تقولها صح، والله العظيم اول كلمه تقولها صح. فرد الجميل لازم يكون ايه؟ استقلال؟ لا مش درجه استقلال، استقتال جوه الملعب. استقتال جوه الملعب، والنتيجه على الله ونعم بالله. والله انت اللي على الله يا استاذ محمد، اقسم بالله، وكلنا على الله. يعني استاذ محمد النهارده كزملكاوي استخدم كارت الشهامه، في بقى ناس تانية بتستخدم كارت الجدعنه. احنا مصريين يا جماعه، وعيب نبرق يا جماعه صورتنا قدام الناس، وده هو ده حسن الضيافه، وده مش حسن الضيافه. باشا انت رايح تلعب كوره بره بلدك، ولازم تكون عارف قوانين البلد اللي انت رايح تلعب كوره فيها، زي ما الجمهور يعرف القوانين دي كويس. ومفيش واحد من الجمهور يقدر يتلفظ لفظ خارجي او لفظ خارج، لفظ خارجي دي لفظ خارج عشان هيتاخد وهيترحل. فانت زيك زيهم، الجمهور بيعمل حساب القوانين والرولز اللي بتحكم في البلد. فانت شويه لعيبه بلطجيه ينزلوا يعملوا لي قصه، وفي الاخر تقول لي معلش خدهم وحطهم تحت باطك ولا تحت جناحك وداري عليهم وخدهم جوه في الاوضه بهدلهم، وبره الاوضه اطلع قول مش غلطانين. لا يا باشا، كان مش موجود. مفيش اصلا. بص، هي دي كوره في الاول وفي الاخر، فانت هتقل ادبك وهتبلطج هتتحاكم تاني، هتقل ادبك وتتبلطج وتتحاكم. وده اللي المفروض يحصل في الملاعب المصريه، ده اللي المفروض يحصل في الملاعب المصريه. ففكره بس اللي احنا يا جماعه نستخدم الكروت اللي احنا يعني كارت الشهامه، كارت الجدعنه، كارت الوطنيه، كارت مش عارف مين، كارت الملوخيه، لا الكروت دي يا باشا دي هنا بتلعب بيها زي ما انت عايز، عشان هنا بنقعد نضحك كلنا على بعض كده، عشان احنا كلنا الكره المصريه كره باميه اصلا، ملوخيه، والله العظيم ملوخيه، ما فيهاش اي حاجه ماشيه صح. انا بالمناسبه اول امبارح كنت بتكلم ان اكرم توفيق يطرد في ماتش سيراميكا، عشان بس ايه الزملكاويه ما يتهمونيش بالتحيز. والنهارده بقول لك ان مفيش قانون في الكره المصريه بيمشي على الاهلي والزمالك، مفيش قانون في الكره المصريه بيمشي على الاهلي والزمالك، بره يمشي بقى، بره يمشي. فما ارجوك يعني، عشان بس ايه، انا شايف في ناس عماله تشير لك البوست بتاعك ده، والنبي الله يبارك لما تبقى تضحك علينا، عشان شويه العيال اللي طالعه اليومين دول فاكرين نفسهم اللي هم بيفهموا واللي هم يعلمونا يعني ايه كوره ويعني ايه ادب. لا يا باشا، ده هناك في 100 عقبه الكلام ده. انما لما تيجي بقى في ملاعب او ملعب بره مصر ويتطبق عليك القانون مش ما فيش خروج على القانون، ده تطبيق قانون، ما فيهاش هزار. ما تجيش تقول اصل الوطنيه والله ودول مصريين، واصل حسين لبيب والاب والام، مفيش الكلام ده يا باشا. اللي غلط يتعاقب. اما بقى عن اذا كان الماتش هيتلعب ولا مش هيتلعب، دي مش قصتي اصلا. هي يعني ايه اساسا بطوله من 60 نيله وبطوله بايظه ومش هتكمل بان عليها. المفروض النهارده كنا نطلع نتكلم فني، بس للاسف الاحداث اللي بتحصل من بلطجه وقله ادب للاسف بتطغى على فكره ان احنا نتكلم فني. اشوفكم مره ثانيه ان شاء الله، سلام عليكم.